اليوم جبت لكم طاجين بسباس بالدجاج. الله الله، زدت له ديبوله تاع فيونداشي، زدت له الزيتون. وعلى بالكم بلي البسباس والزيتون يجوا مع بعض هايلين، سورتو كي زدت لهم هذيك العقده مع الاخر تاع البيض والقارص. تقدروا طيبوه في طاجين وتخلوه يتجمر، ولا طيبوه في قدره كيما درت انا، ومن بعد مع الاخر كي طاب درتو في مول تاع كغاتا وزدت له هذيك العقده وخليته يتجمر. راح تشوفوا معايا الوصفه كيفاش درتو. نروحو نطيبو البسباس تاعنا في قدره كيما موالفين طيبو البسباس ديالكم نورمال. هنايا درت مرسوه تاع الدجاج، زدت لهم حبه بصل كبيره، حطيت النص هنايا والنص حطيته فيونداشي. زدت لهم شويه توم، ومن بعد حطيت البسباس تاعي. انا هنايا درت 3 حبات تاع البسباس. خليت الدجاج والبسباس تاعي يتقلاو شويه، ومن بعد مرقت ودرت لي زيبيس كنت نسيتهم. درت شويه قرفه، شويه فلفل كحل، وشويه تاع الملح، ما تكتروش باسكو صوص بلونش. وراح نديرو غير شويه مرقه. هنايا دوكا نروحو نوجدو لي بولات تاع فيونداشي تاعنا. درت شويه فيونداشي، ما ديروش بزاف واش عندكم. زدت لها شويه هذاك تاع البصل اللي قعد لي، شويه توم، ودرت لي زيبيس اللي درتهم في القدره. زدت لهم 2 مغارف تاع لا شابلور وحبه بيض، وزدت لهم شويه معدنوس. خلطت هذوك المكونات مع بعض، ومن بعد بديت نشكل دي بولات. هذوك لي بولات لازم يكونوا صغار كيما تاع المتوم، ما ديروهمش بزاف كبار. درتهم كامل حتى كملتهم. دوكا نروحو نقلوهم. درت زيت في مقله وخليتها تسخن مليح، ومن بعد حطيت لي بولات تاعي وخليتهم يتقلاو. حمرتهم من جهه، كي تحمروا زدت قلبتهم من الجهه الاخرى. كي تحمروا نحيتهم من الجهه الاخرى. رحت غليت شويه زيتون في كاسرونه، زدت لهم شويه خل باش يتنحلوا هذاك الملح اللي بزاف، بدلت له الماء 2 خطرات. هنا راهم تحمروا لي بولات تاعي، دوكا نحيهم. دوكا نروح نشوف البسباس والدجاج تاعي نلقاهم طابو. هنايا زدت لهم هذاك الزيتون، خليتهم يتكتكوا واحد 5 دقائق ونحيتهم. دوكا نروحو نوجدو هذيك العقده ديالنا اللي نديروها للطاجين ديالنا مع الاخر. درت 2 حبات تاع البيض، ضربتهم مليح، ومن بعد زدت لهم شويه المرقه تاع البسباس، خلطتهم مليح، وزدت لهم شويه معدنوس. انا ما كانش عندي، زدت معدنوس يابس، ضربتهم مليح، وزدت لهم شويه قارص. تقدروا ديروا هذا الخليط ديريكتومون في القدره تاعكم، ولا ديروا كيما انا. حطيت البسباس تاعي في مول تاع غراتا، زدت الدجاج، ومن بعد زدت هذوك لي بولات تاع فيونداشي والزيتون وشويه لاصوص اللي قعد لي، ومن بعد حطيت هذاك الخليط تاع البيض والقارص من الفوق. بلا ما تزيدوا الفرماج يجيكم هايل بهذا الخليط مجمر ما شاء الله. ومن بعد حطيت البلا تاعي في الفوق وخليته 5 دقائق. كل حاجه راهي طايبه. لو طون اللي عقد لي هذاك البيض ونحيته. شوفوا لي كيفاش جا هاد الطاجين. وهنا حطيت لكم شويه في التبصير باش تشوفوا هاد الطاجين تاع البسباس ولا الكغاتا تاع البسباس كيفاش جا، يجيكم بنين هاي الكلاصوص. والناس اللي ما تحبش البسباس ولا تقول لك يجينا صامت، بهذه الطريقه حيجيكم بزاف بنين. 3 حبات تاع بسباس، زيدوا لهم شويه فيونداشي وشويه زيتون، وراح نديروا طبق الله الله بنين. تقدروا ديروه مام في رمضان. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو. سلام.